السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه بثلاثه ديال الطبقات. كتوجد في وقت قصير، ويعني وغتحصلي على واحد النتيجه رائعه. في واحد الاناء غادي ناخذ حبه من البيض بدرجه حراره الغرفه، تنضيف عليها 5 ملاعق من السكر سنيده مع 5 ملاعق من الزيت النباتيه و5 ملاعق من عصير البرتقال. عندي هنا ساشي من لافاني، وغادي نضيف قبصة من الملح. غادي نخلط هاد العناصر جيدا حتى تتبدا داك السنيده كتذوب في وسط هاد السوائل، ومن بعد غادي نضيف 5 ملاعق من الدقيق مع كيس من خميرة الحلويات. غادي ندوزهم في واحد الغربال، ومن بعد غادي نخلط هاد العناصر جيدا حتى كينسجموا مع بعضياتهم. في الاخير تنضيف ملعقه صغيره من الخل. وهذا هو القوام ديال الخليط اللي كنتحصل عليه في الاخير. غادي نوضعه في واحد اللاطه اللي تدخل الفرن. انا استعملت هاد اللاطه ديال الزاج اللي دهنتها جيدا بالزيت ورشيتها بالدقيق. نخوي عليها الخليط ديال الكيك، وغادي ندخلو الفرن اللي كيكون بارد ونخليه حتى كينضج، يعني كيطيب مزيان. تقريبا كياخذ بين 30 حتى ل 35 دقيقه. هنا الكيك من بعد ما خرجته من الفرن غادي نسقيه بكاس ديال عصير البرتقال اللي كنت ضفت ليه القليل من السكر وخليته حتى غلا جيدا، وخليت هذا السيرو يعني حتى برد. وبمجرد انني خرجت الكيك من الفرن تنسقيه جيدا بهذا الكاس ديال العصير. تجي واحد الكيكه زوينه خطيره وبمذاق يعني البرتقال، تجي منعشه. بالنسبه للطبقه الثانيه نحتاج نصف لتر من الحليب البارد، تنوضع عليه 3 الملاعق كبار من مستحضر كريم باتيسير مع 3 المعالق من السكر سنيده. تنخلطهم على البارد وتنوضعهم فوق عافيه متوسطه حتى كيعقد الخليط بهذا الشكل، وتنوضعه كطبقه ثانيه فوق الكيك. تنوضعه جانبا حتى تتماسك هذه الطبقه، ونمروا باش نوجدوا الطبقه الثالثه والاخيره. عندي هنا مجموعه من الفواكه، عندي الفخاز، التفاح، البنان، لافوتا، يعني الفواكه اللي متواجده عندك تقدري تستعمليها. غادي نقطعها قطع صغيره بهذا الشكل. غنوضعها على جنب، وغادي ناخذ نفس الكاسرونه غنضع فيها 2 كؤوس من الماء البارد، وتنضيف عليهم 2 علب من الفلون العادي مع 2 معالق حتى 3 ديال السكر سنيده. تنخلطهم جيدا وتنوضعهم فوق نار متوسطه حتى كيغلي جيدا، ومن بعد غادي نستعملوه. هنايا خلطت الفواكه مع بعضياتها وتنوضعها فوق الخليط ديال الكريم باتيسير، يعني فوق الطبقه الثانيه. تنوضع هذه الفواكه المشكله، كيجي واحد المنظر رائع، يعني شي حاجه كتشهي وكتفتح النفس. تنوضع الفواكه اللي متواجده معايا، كنحاول نوزعها بشكل متساوي. وهنا تنضيف عليها داك الفلون اللي وجدنا بعد ما كيكون دفا شويه. صافي كنحاول نقادهم وتنخليها حتى تدفى، وتندخلها للثلاجه تتبرد. يعني تقدري تخليها من ساعه حتى لساعتين في الثلاجه تتماسك داك الطبقات. كانت هذه هي النتيجه. طبقات كيجيو باينين واللذه ديالهم زوينه، المنظر ديالها اكثر من رائع. انا بالنسبه لي ما خليتهاش بزاف، تقريبا واحد نص ساعه وخرجتها باش نكمل معكم التصوير.
هنا في الاخير غتشوفوا معايا غادي نقطع معكم واحد القطعه يعني باقا ما متماسكاش جيدا. يعني خاصك تخليها تقريبا واحد ساعتين لما دانا في الثلاجه، وغتحصلي على واحد القطعه اللي كتكون متماسكه. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.